يا ريت لما يكون في لعبة أو ترند على السوشيال ميديا أو على بعض المواقع ما نقلدهمش تقليد أعمى خلاص. نشوف الأول هل هنستفيد منها ولا لأ، هل هي هتناسبنا ولا لأ، ونعلم أولادنا ونعرفهم مدى مخاطر الإنترنت ومخاطر الترندات، لأنها في بعض الأحيان بتؤدي إلى الموت والعياذ بالله. في إحدى المدارس بإمبابة قامت بعض الطالبات برسم طلسم من طلاسم لعبة تشارلي الموجودة على الإنترنت. قاموا برسم الطلسم على جدران الحمامات داخل المدرسة، ووضع نقاط من الدماء كل منهم على الطلسم، مما أدى إلى ذعر أحدهم وإغمائهم، وأدى إلى ذعر بقية الطالبات وخروجهم من الحمامات، مما أدى إلى ذعر بقية الطالبات وخروجهم من الفصول إلى خارج المدرسة. ويقال إن في إحدى الطالبات كانت تريد أن تلقي بنفسها من إحدى الأدوار. هنا بنقول ده تقليد أعمى. إيه اللي يوصل الطالبات إن هم داخل المدرسة إنهم يلعبوا لعبة زي دي؟ فين مشرفين المدرسة؟ مشرفين الأدوار أو مشرفين في الحمامات؟ فين الإدارة؟ فين الرقابة على الطالبات؟ وهل الأهالي ما كانوش يعرفوا بإن بناتهم بإن هم بيلعبوا اللعبة دي؟ مش معقولة في يوم وليلة عملوا كده، أكيد الحاجة دي كان مترتب لها من بدري. أتمنى إن المدارس تاخد بالها من الطالبات والطلبة الموجودين بالمدرسة، سواء داخل الحمامات أو في الأدوار. وبتمنى من أولياء الأمور إنهم يراعوا أولادهم ويكونوا متابعينهم في كل حاجة. ربنا يحفظ لنا أولادنا من كل سوء يا رب العالمين.